مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من مدينة بركان ومن هذا الملعب الجميل. سننقل لكم أطوار هذا المباراة التي تجرى برسم الجولة 19. مباراة هي بطبيعة الحال مؤجلة أو مؤخرة في توقيتها نظرا للمشاركة الأخيرة التي كانت في كأس الكونفدرالية لفريق نهضة بركان الذي شارك في كأس الكونفدرالية وتمكن من الفوز، فوز صغير ولكن على الأقل كبداية تبقى مشجعة أمام فريق أونتري كرياتور المالي، ونتمنى له حظ سعيد في نزاله الافريقي. وكذلك نتمنى ان نتمتع بطبق كروي جميل ما بين فريق اولمبيك خريبكا وفريق نهضة بركان. النشيد الوطني غادي يكون بعد لحظات. إذا كان هذا النشيد الوطني المغربي لحظات، وستنطلق هذه المقابلة لحظات، وستنطلق هذه المباراة ما بين فريق نهضة بركان وفريق أولمبيك خريبكا. إذا سنعطيكم التشكيلة وكالعادة نبتدئ بالفريق الضيف. في حراسة المرمى هناك محمد أمين البرقادي، بقية اللاعبين إبراهيم البزغودي، إبراهيم باكايوكو، يوسف الجمعاوي، رضوان الدردوري، يوسف العقادي، نجيب كوميا، أسامة المزكوري، عبد الباقي الحراري، سيمبار مامودو، رشيد تبركانين. هذه التشكيله الاساسيه لفريق اولمبيك خريبكا. في حين التشكيله الاحتياطيه هناك حمزه معتمد، ابراهيم لارغو، فرانك اونغونواغ، بلال الميغري، مامادو سيديبي، حمزه القلعي، وعماد الرقي، والمدرب بطبيعه الحال احمد العجلاني، ويساعد محمد الجاي. طاقم تحكيمي من عصبة سوس بقيادة يوسف الهراوي، عبد الواحد حماد، الحسن ازاغو كمساعد الثاني، والحكم الرابع محمد النية. اذا فريق نهضة بركان سيدخل بتشكيل اتي، عنده بعض الغيابات: المرابط منير، عادل سراج، عزيز محمد، بلطام مهدي، بدر بانون، الناجي العربي، الكاس امين، بالرابح عبد المولى، فالقدر، حلحول، عبد الهادي، بريكل رشيد. هذه التشكيله الاساسيه. التشكيله الاحتياطيه: لانغولا ملاعب السابق فريق في حسن جيدي، سانوغو محمد فييرا، عزام ياسين، الشرطي ايوب، السعيدي يوسف، اسماعيل العمري، والهدهدي مروان، والمدرب بطبيعه الحال
هو عبد الرحيم طالب. مباراة ماشي سهلة. فريق اولمبيك خريبكا عنده فرصة، لن اقول لا تعوض، ولكن فرصة مناسبة باش يلتحق بالصدارة ويلتحق بفريق الوداد البيضاوي والكوكب المراكشي، خصوصا بانه فريق اولمبيك خريبكا يمكن نقول هذا الموسم عنده موسم استثنائي بكل مقاييس. بعد ما كان الموسمين الفريقين كان يلعب وكانت هناك بعض الهزات التي عرفها الفريق والتي كادت أن تودي به إلى دهاليز القسم الوطني الثاني. اليوم الفريق بعد التعاقد مع المدرب التونسي العجلاني الذي أخذ قسط من الضمانات من أجل البقاء، واخذ كذلك اريحيته داخل دكه الاحتياط، اثبت ان للرجل فلسفه يطبقها مع فريق اولمبيك خريبكا. هذه الفلسفه اعطت ثمارها، وبالتالي فلا يمكن ان نقول بانه فريق اولمبيك خريبكا وجد بالصدفه في هذا المركز. كان لنا تصريح واكيد استمعتم في البلاطو للعجلاني الذي كان صريحا بأنه في البطولة الوطنية مجموعة بعض الأمور، خصوصا بأنه الفارق بين مؤخرة الترتيب ومقدمة الترتيب في أبعد تقدير أو يتراوح في 13 نقطة، وبالتالي هذا أمر غير صحي وهذا طبيعي. يمكن أن يفسره البعض تقارب في المستوى، يمكن أن يفسره البعض غياب فرق لا أقول رائدة، ولكن غياب الفرق الشاسع والبصمة الشاسعة ما بين فرق تبحث عن اللقب. فيكفي أن تفوز في 3 مباريات وأن ينهزم في 3 مباريات. نتابع هذه المحاولة. يكفي هذه 3 مباريات يمكن أن تضعك في مقدمة الترتيب، و3 مباريات يمكن أن تودي بك إلى أسفل الترتيب. وهذا الأمر يستدعي من المراقبين والتقنيين والمهتمين بالشأن الرياضي قراءة أخرى للدوري المغربي، وقراءة أخرى متأنية لطبيعة الدوري المغربي، وكيف يجب أن نرتقي بهذا الدوري من الحسن إلى الأحسن، وليس من الحسن إلى لا بأس به أو إلى المتوسط. وما نتكلم سوى عن غيرة، وما تنماه هو أن تبقى كرة القدم المغربية هيبتها، وأن تبقى للفرق فلسفة واضحة، وأن يترجم ذلك على مستوى الدوري الاحترافي التطبيقي. إذا على العموم هذه كانت توطئة وتقديم لهذه المقدمة، ونحن على مشارف الدخول على أعتاب الثلث الأخير من البطولة. وما أدراك ما الثلث الأخير، فما لم يدرك في الثلث الأخير لن يدرك في الثلثين الأولين، وبالتالي فمسألة اللقب ومسألة النزول لن تحسم كما قال الأجري في تصريح للرياضية بأنها إلا في الدورات الأخيرة. إذا على العموم هذه كانت توطئة وتقديم لهذه المباراة، والتي نتمناها أن تكون مباراة جميلة، مباراة لا تقل ندية عن ما شاهدناه في الشوط الثاني في مباراة شباب الريف الحسيمي وفريق النادي القنيطري، وهي المباراة التي كان فيها إيقاع جد مرتفع خصوصا في 20 دقيقة. إذا على العموم المباراة اليوم فريق نهضة بركان كما قال طالب بأقل ضغط سيحاول أن يجري إيقاع هذه المقابلة، وبالتالي يعتبر نفسه في وسط الترتيب، وبالتالي يعتبر بأنه لن يكون الضغط على لاعبيه، وبالتالي أكيد 3 نقاط ستكون هاجس الطرفين. ولكن كما قلت أولمبيك خريبكا فرصة من ذهب للالتحاق بالصدارة وممارسة البريسينج والضغط على فريق الوداد البيضاوي الذي فاجأ الجميع بسقوطه أمام فريق الفتح الرباطي ب3-1، خصوصا هناك مباريات تغري بالمشاهدة، مباراة الرجاء والدفاع الحسن الجيدي، والمباراة المغرب التطواني وأولمبيك أسفي. وبالتالي أقل ما يمكن أن نقال أنه ما زالت للبطولة حكاية ستروى في الثلث الأخير، وأكيد بأنه رحلة الخريف والشتاء هي التي كفيلة بضمان لبن الصيف، ورحلة الصيف ستكون كذلك مهمة. إذا الكرة الآن في وسط الميدان لصالح فريق نهضة بركان. بعض الأمطار التي تتهاطل
وتهاطلت طيلة اليوم على مدينة بركان، وكذلك تهاطل خلال هذه اللحظات، وربما قد تؤثر في توازن اللاعبين على مستوى أرضية الملعب. لحد الآن مرت 4 دقائق. دائما فريق نهضة بركان بكل هدوء يبحث على تحقيق السيطرة على مستوى وسط الميدان. لا يبدو متسرعين بتاتا لاعبي فريق نهضة بركان، ولكن هدف في أي لحظة يمكن أن يبدل وأن يقلب الأمور رأسا على عقب. محاولة الآن المراوغة لفريق نهضة بركان، ولكن كانت محاولة المراوغة خاطئة، وبالتالي بشكل للتماس بعد ما كان عزيز محمد حاول أنه يراوغ ولكن لم يكن موفق، والحكم يعلن عن ضربة خطأ. محمد أمين بورقادي هذا الاسم ارتبط بفريق وداد فاس الذي يمارس الآن في القسم الوطني الثاني تجربة أخرى مع فريق أولمبيك خريبكا. لحد الآن أمين بورقادي موفق بعد ما كان عنده كذلك مسار مع الرجاء البيضاوي المزغودي، دينامو الفريق ومفتاح الفريق بامتياز من بين اللاعبين. يمكن نقول نتابعوا الان هذه المحاوله، كانت طريقه انه اللاعب ضده كان يبحث عن الانفراد او التسديد. نتابع الان محاوله لفريق اولمبيك خريبكا، قد ترفع الكره خطيره هذه المحاوله، ولكن بسرعه كيسترجعوا لاعبي فريق نهضة بركان. هذا ايقاع يمكن ان المقابله ترتفع الايقاع ديالها، فكما قلت بانه فريق اولمبيك خريبكا لديه فرصه من اجل انه الانقضاض على الصداره اللي غادي يكون عندها صراع، لانه حتى الان ما يمكنش نتحدثوا على متصدر في ظل هذا الرزمانه من الفرق المتواجده في المقدمه. فواقعيا هناك فريق يتصدر اللي هو الوداد الان بفارق ليس بالنقاط، فارق نسبة عدد الأهداف، ولكن يمكن نقول بأن هناك مجموعة فرق. سباق البطولة الآن يذكرني كثيرا بسباق طواف الدراجات واللي كنا نعيشه لسنوات وسنوات. فليس هناك فريق في الصدارة بمعنى ما، والصدارة فمن ليس صدارة لن نسحب له الصدارة، فالصدارة لأصحابها بطبيعة الحال والحق يضمن لها ذلك، ولكن هناك كوكبة من الفرق هي الآن في الصدارة، ولحد الآن ليس هناك أي انفلات وليس أي هروب وليس أي انفراد بالصدارة. فلحد الآن الصراع سيستمر، وحسب متابعتنا لفعالية الدوري فيبدو بأنه الصراع لن يحسم إلا في الدورتين الأخيرتين للبطولة. وأعتقد بأنه لحد الآن لم يظهر فريق لديه السرعة النهائية، ولكن الدورات القادمة الكفيلة بالإجابة. وما نتمناه هو أن نتابع إيقاع سريع وسريع جدا، ونتعرف من هو الفريق القادر على أن تكون له شخصية البطل وشخصية الفريق القوي. وأقول وأركز على هذه الكلمة، شخصية الفريق الذي ستكون له شخصية قوية هو الذي سيحافظ على مكاسبه وسيحقق أهدافه، لا في مسألة البقاء بالقسم الدوري الاحترافي ولا بمسألة الفوز بهذا اللقب. إذا لحد الآن نحن الآن في حدود الدقيقة 9. المباراة لحد الآن لم تعطينا مردود تقني جيد، ولكن هناك بما يسمى بالجس النبض ما بين الطرفين. هناك جس نبض من نهضة بركان الذي يحاول أن يسيطر على خط وسط الميدان ويعتمد على تمريرات قصيرة على الأطراف، ولكن لحد الآن لم يظهر لاعبوه بأنهم يريدون الاقتراب أكثر من مرمى أمين بورقادي، وهذا يبين بأنه ما زلنا في مرحلة جس النبض. وكذلك فريق أولمبيك خريبكا الذي ما زال في مرحلة جس النبض، ولحد الآن الفريقين في لحظة ترقب وانتظار. أمين بورقادي الآن كرة أمامية البسغودي، ولكن كانت سريعة. نتابع الآن تماس الآن شنو غادي يعمل. الحلحول
الحلحول ينفرد، الحلحول كيرفع الكرة تصل الآن. ما كاينش الحلحول، ما اعتقد كان كيعتقد بانه في حالة تسلل، ولكن في واقع الحال ما كانش في حالة تسلل، كيتمكن من هذه الكرة ولكن فقد التركيز في هذه المحاولة. الحلحول اكيد بانه الانتداب هو حديث صغير وكبير بمدينة بركان، اللي انتداب كان يعول عليها البركانيون بانه سيكون رافعة في الخط الامامي بالنسبة لفريق نهضة بركان. كرة في وسط الميدان، لاعب فريق نهضة بركان الان، هذا هو الامر اللي كانوا كيبحثوا عليه. تعود مرة اخرى لبانون بدر، ولكن بانون بدر كيخرج الكرة بعد ما اعتقد احد لاعبي فريق نهضة بركان ساقط الارض. نتمنى ما تكونش اصابة مؤثرة. اذكر بالاصابات، من ابرز الغيابات لحسن اخميس. لحسن اخميس اللاعب السابق لفريق اولمبيك خريبكا والوداد فاس هو من اكبر الغائبين، لاعتبار انه الحسن اخميس كان هو مسجل الهدف في مرحلة الذهاب، والنتيجة الذهاب اللي انتهت بتفوق نهضة بركان بهدف للصفر على فريق اولمبيك خريبكا. هو التفوق اللي يمكن نقول بانه كان في الدقيقة الأولى، وكان هذا العامل هو لصالح فريق نهضة بركان، ولكن حسن الأخميس يغيب عن هذه المواجهة. كذلك غياب نيا أنس لنفس الدافع، أي أنه يعاني من إصابة. غياب كذلك بناي عثمان. هادو غيابات في فريق نهضة بركان، ولكن من أبرز غيابات هو الحسن أخميس. هناك لاعب بريق الرشيد واللي كان أصيب في هذه المحاولة. بكل روح رياضية كترجع الكرة لدفاع فريق نهضة بركان. حتى الآن دائما البحث في وسط الميدان لصالح فريق نهضة بركان. محاولة الآن المراوغة لبريغل. بريغل شنو غادي يعمل؟ ولكن حصر الكرة فقط للاعبي فريق نهضة بركان. تصل بكل دقائق البزغودي. استرجاع من طرف لاعبي فريق اولمبيك خريبكا على مستوى خط وسط الميدان. ابراهيم باكايوكو الابعاد، ولكن فقط لبدر بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي المعار لفريق نهضة بركان، معار لسنة واحدة. فرصة الآن من الكأس، ولكن بعيدة المحاولة، بعيدة اللاعب الكأس، لاعب سابق فريق الجيش الملكي، بعيدة باش أنه يسدد لاعب الكأس الأمين من تلك المسافة. كرة الآن في وسط الميدان. كأس أمين كانت محاولة تمرير بشكل جيدة. الكأس أمين الكل كيعرف يمكن يسد لاعب تسيدة. هذه فكرة كانت جيدة، فكرة كانت جيدة، فكرة كانت جيدة للبرابح عبد المولى الفتى المدلل لفريق ولمدينة بركان وعميد الفريق. إذا كيف ما قلت بأنه بدر بانون مكسب في دفاع فريق نهضة بركان وهو المعار من فريق الرجاء البيضاوي. تعود الآن في خط وسط الميدان. كرة أمامية. الكأس الأمين شنو غادي يعمل؟ باقي الآن كرة في خط وسط الميدان. بريغل عملية الاختراق الآن من فريق نهضة بركان، ولكن أعتقد بأن التمريرة الأخيرة ما كانتش جيدة. البحث عن تسديد لحد الآن فريق أولمبيك خريبكا انتشر بشكل جيد في خط وسط الميدان، فرغم أنه كاين هناك نية التقدم والبحث في وسط الميدان. استرجاع محاولة الآن يمكن تكون خطيرة، ولكن الحكم كان قريب، لم يعلن عن أي شيء، وفعلا لم يكن أي شيء، والكرة خارج الملعب
لضربة مرمى. الربع ساعة الأولى تجاوزناها ولم نتابع ما يفيد بأنه الشباك قريبة من الاهتزاز لحد الآن. جس النبض هو ما بين الطرفين بامتياز، حركية وديناميكية لفريق نهضة بركان على مستوى خط وسط الميدان، ولكن يمكن نقول امتياز طفيف، ولكن ليس بالامتياز الواقعي على حساب الأفضلية في الملعب. لحد الآن فما نتابعه هو صفر لمثله، وكذلك يمكن نقول بأنها تعادل في كل شيء ما بين الطرفين، ولا يمكن الآن أن نعطي تقييم لواقع هذا الربع ساعة الأولى، ولكن جس النبض بامتياز وتشخيص للمباراة من الطرفين. في وسط الميدان الآن لصالح فريق اولمبيك خريبكا اللي غيحاول انه يبحث تمريره ممتازه في اتجاه رشيد تبركاني. التمريره كانت والفكره ممتازه، ولكن التوقيت ديال التمريره والحسابات بين الطرفين ما كانتش بشكل جيد، هو اللي خلى انه هذه المحاوله ضاعت. في وسط الميدان الان تصل الفريق نهضة بركان. لحد الان لاعبي فريق نهضة بركان بداو كيستافدوا من تموضع بشكل احسن من لاعبي فريق الاولمبيك على مستوى خط وسط الميدان، ولكن لحد الان ايقاع متوسط، ما كاينش ذاك الايقاع السريع، ولكن لحد الان اللي كنلاحظوا هو انه المباراه تجرى تحت جو بارد واعصاب بارده، فما كاينش التسرع بقدر ما كاين التريث ومحاوله القراءه بتأني وليس بسرعه. كتمرد المحاوله لعزيز محمد، بدر بانون، بلطام المهدي. بلطام شنو غادي يعمل في وسط الميدان لبدر بانون. بريغل تعود الكره الان للوراء. مهدي بلطام، حذري المهدي لا لاعب امام البزغودي لانه من اللاعبين المخضرمين والمجرمين في البطوله الوطنيه. صراحه البزغودي طينه هاد اللاعبين نتمنوا بانهم يكونوا في البطوله الوطنيه. يا اطوريات تقنيه يا مشرفين، ننادوكم نداء الغيره ان جيبوا لنا من هذه المدارس لاعبون من مثل هذا الطين القادرون على خلق الفارق والاكتشاف، لانه صراحه فإن كان التقارب في المستويات من ناحية الفرق فهذا أمر يفيد إلى شيء واحد، هو أننا ما بقاوش عندنا لاعبين اللي غادي يخلقوا لك الفارق، وهاد اللي هما اللاعبين اللي كنا شاهدنا في التسعينات وفي الثمانينات. فليس هذا بكاء على الأطلال أو أنه المنظومة تغيرت، ولكن يمكن نقول بأنه الأمور تطورت من ناحية الإعداد البدني، من ناحية الأمور التكتيكية والتقنية، ولكن من ناحية الموهبة لا أعتقد بأنه مشينا للأمام في هذا الأمر، لأنه أصبحنا كنفتقدوا اللاعبين اللي عندهم لمسة. ربما هناك بعض التقنيين غادي يفسروا هذا الأمر بأنه الأمور التقنية والتكتيكية حدات من هذا الأمر، ولكن لا أعتقد بأنه أحد سيناقش موهبة ميسي أو رونالدو والعديد من اللاعبين، ولكن مادام هما في القمة فأعتقد بأنه خصنا لاعبين يكون عندهم مثل هذه الطينة. البزغودي من بين هاد اللاعبين اللي عندهم اللمسه، وشاهدنا كيفاش انه كيخلق الفارق في فريقه، وهذا هو الامر اللي خصو يتوفر، هو انه خصهم يكونوا لاعبين كيخلقوا الفارق. على العموم الان في وسط الميدان عزيز محمد، في وسط الميدان عزيز محمد تعود له الكره لبريغل. تبركانين في المحاصره لحد الان كيف ما كتشاهدوا بانه مجموعه كرات هما مخنوقين في وسط الميدان. تشاهدوا الان بزغودي ممتازه التمريره في وسط الميدان للدردوري، تصل لابراهيم باكايوكو، ولكن استرجاع لفالقدر اماميه. تابعوا الان هذه المحاوله وضربه خطا، ضربه خطا كيف ما قلت. ما انتظرناش كثير، البزغودي كيصطاد خطا في موقع جيد، يصطاد خطا في موقع جيد، وبالتالي غادي نتابعوا الان ضربه خطا لصالح فريق، فيمكن نقول بانها مواجهه بطعم خاص. عبد المولى بن رابح
مع نهضة بركان والبزغودي مع فريق اولمبيك خريبكا. سنتابع الان ضربة خطأ. 20 دقيقة انتهت، لحد الان ما كاينش شي خطورة ثابتة وواردة على حارسي المرمى. سنتابع الان ضربة خطأ. كل لاعبي فريق نهضة بركان في مربع العمليات باستثناء القادر. كاين صراع كبير. نتابعوا الان كترفع الكرة ولكن ممتازة، تسديدة قوية، ولكن قوتها تجاوزت الحد الممكن وتجاوزت خط المرمى، وتعود لضربة مرمى تنفذ بسرعة كانت غير مركزة. اللي كان وراء التسديد هو أسامة المسكوري. تعود الآن في وسط الميدان. أمامية وخروج محمد أمين البرقادي. مكسب لفريق اولمبيك خريبكا، خصوصا بانه كنا كنعرفوا المشكل ديال حراس المرمى اللي تطرح بالحاح في البطوله الوطنيه. كره اماميه اللي غيفتح الباب على مصراعيه بانه ينتدبوا حراس من خارج البطوله المغربيه. اذا على العموم سنتابع الان ضربه خطا لصالح فريق نهضة بركان. كرة أمامية رضوان الدردوري. ما كاينش خطأ، بالفعل قرار الحكم صائب وسليم، ما كانش خطأ. سقط الدردوري باش وصلت الكرة لاعبي فريق نهضة بركان، ولكن لحد الآن كنشاهدوا تكتل كبير. الحلحول تصل الآن لوسط الميدان. سنتابع الآن وننتظر ما ستؤول إليه الدقائق القادمة. لا جديد. إذا العجلاني كيف ما قلت المدرب التونسي الذي يبدو بأنه استأنس الأجواء، لن ينفذ التماس، استأنس الأجواء بالبطولة المغربية. تعود الآن لفريق نهضة بركان. بدر بانون، عزيز محمد، تعود الوراء لمهدي بلطام. الوراء للحارس البرامط منير. فالقدر حاول انه يرتقي بهذه المحاولة. تصل للحلحول، تسرع الحلحول، كان المفروض انه يحصل الكرة بالصدر، ولكن هناك بريسينغ من لاعب فريق نهضة بركان ويرتكب خطأ. على لاعب يوسف العقدي. إذا سينفذ الخطأ. 24 دقيقة، مباراة متوسطة ما بين الطرفين، شعارها لا للسرعة في هذه المباراة. انتظرهم قادمون وترقبهم في منطقة عملياتك. هذا هو شعار المدربين. في وسط الميدان الآن فريق اولمبيك خريبكا. الابعاد، ولكن عزيز محمد ممتاز اللاعب الحلحول. بريقل شنو غادي يعمل الان؟ يمرر عبد المولى بن رابح. عبد المولى، ولكن تجاوزت يقول الحكم التماس، وتماس الان. تعود مرة أخرى في وسط الميدان.
إذن سنتابع ضربة خطأ، كرة أمامية، ولكن هناك تسلل. إذن حديث مع بورقادي والحكم. ربما بورقادي هل سيشكو بعض الآلام أم أنه أعتقد بأنه الحكم كيقول ضربة مرمى رغم أنه كانت راية مرفوعة. سنتابع الآن في وسط الميدان عزيز محمد، أمامية، في وسط الميدان تعود للمهدي بلطام. بالهدي بلطام شاهدنا الآن بأنه فريق أولمبيك خريبكا بدا فريق أولمبيك خريبكا بدا شيئا ما كيطبق الحراسة اللصيقة على اللاعب الكاس البريقل وعبد المولى بن رابح. عبد المولى رابح مطبق عليه حراسة لصيقة جدا، وبالتالي فما شاهدناش بأنه كيتمكن الكرة، وهذا اللي كيفسر بأنه فريق أولمبيك خريبكا الهدف ديالو خلال هذه الجولة الأولى هو عدم ترك الفرصة لفريق نهضة بركان من أجل التقدم. وهو نفس التصريح اللي كان قالنا كذلك طالب، هو أنه ما غاديش يسمح لفريق أولمبيك خريبكا أنه يتقدم أو أنه يطور طريقة لعبه لدفاع فريق نهضة بركان. وهذا اللي كيفسر بأنه الطرفين ما عندهمش نية التسرع من أجل الهجوم. ربما على حسب ما استفدت من تصريح المدربين هو أنه البحث عن تأمين النتيجة أي تأمين نتيجة التعادل أمر ضروري، ولكن اللي هو أهم من ذلك هو أنه الطرفين غادي يسعوا باش أنهم يحققوا 3 نقاط، ولكن في انتظار إحدى الأخطاء من أي طرف. في وسط الميدان الآن عبد المولى بن رابح تعود الآن أمير كاس، ما كاينش هامش، حتى المهاجمين ما عندهمش هامش باش أنهم يبدعوا أو أنهم ما كاينش، يعني الفضاءات هي جد ضيقة. عزيز محمد بريقل، الكاس تعود مرة أخرى. فريق نهضة بركان يحاول أنه يرجع للوراء باش أنه يلقى منفذ، ولكن حد الآن لا يجد منافذ. كيف ما قلت بأنه الطرفين مكتفين بعض التمريرات في انتظار التعرف على بعض الفوات. نشاهدوا الآن كيفاش عبد المولى بن رابح طبق عليه الحراسة، ما كاينش خطأ كيقول الحكم. تعود الآن لبريقل. بريقل شنو غادي يعمل الآن للكاس؟ هنا مطالبين لاعبي فريق نهضة بركان أنهم يرفعوا من الإيقاع. محاولة الضغط تعود الآن للأمين كاس ناجي العربي. عبد المولى بن رابح تشاهدوا كيفاش كذلك رجع للوراء، كرة أمامية في اتجاه الحلحول، وبالتالي فكل العمليات هي تكسر. فلحد الآن لا يمكن أن نقول بأنه أولمبيك خريبكا ناجحة في امتصاص ضغط فريق نهضة بركان، ولا يمكن أن نقول بأنه فريق نهضة بركان نجح في الحد من خطورة أولمبيك خريبكا. فلحد الآن معظم فترات هذه الجولة الأولى أي 35 دقيقة كانت في وسط الميدان، مع غياب لا أقول تام ولكن مع غياب
أي فرص وأي رائحة تفيد بأنه يمكن أن يهدد مرمى الحارسين. فأقل ما يمكن أن أقول بأنه الحارسين هما في راحة مؤقتة في انتظار الدقائق الأخرى المتبقية. فالحد الآن بين الفينة والأخرى نتابع بعض الضربات الثابتة التي يمكن أن تغير من مجرى هذه المقابلة، ولكن لحد الآن الحارسين لا سواء المرابط منير ولا محمد أمين البرقدي هما في راحة تامة إلى حدود الدقيقة 35، وهذا ما يفيد بأنه المباراة متوسطة في الأداء والكرة في وسط الميدان. هذا هو العنوان الأكبر ل 35 دقيقة التي مرت من هذه الجولة الأولى. في وسط الميدان الآن تسديدة، هذه التسديدة كيف ما قلت بأنه الضربات الثابتة هي الحل، ولكن فكرة لتيب كريم، ولكن مرت جانبا وبعيدة عن الحارس المرابط منير، وهذا من إحدى الفلتات في هذه الجولة الأولى. إذا كتنفذ ضربة مرمى شتانة ما بين الشوط الثاني لفريق شباب الحسيمة والنادي القريطري وهذه الجولة الأولى. ناحية المستوى بدر بنون أمانية، ولكن هدف يمكن أن يغير تماما من هذه المقابلة، حتى وإن انتهت مباراة شباب الريف الحسيمي والنادي القريطري انتهت بالتعادل السلبي، ولكن كانت فيها ندية وكان فيها إيقاع سريع. عبد المولى بن رابح، تعود كرة للمهدي بلطام، عادل سراج، بدر بنون، بريقل. ربما حتى المدافعين صبحت كتطبق عليهم حراسة، وهذا اللي كيفيد بأنه الترقب 100%. بدر بنون محاولة الآن في وسط الميدان. فالقادر شنو غادي يعمل؟ عزيز محمد كيرفع الكرة والحلحول. اوي اي 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 اي، هذه يمكن اعتبارها فرصة لتسجيل، فرصة، ولكن لما غنتابعوا نقارنوا بعض فرص ربما غتبدو بعيدة. شاهدوا الحلحول ما تمكنش من الكرة بالخطأ، وصلت لبريغل وضائعة. الآن مثل هذه المباريات خصها مهاجم قناص من طراز رفيع، من نصف فرصة يمكن أن يحولها إلى هدف، لأنه إلا بغينا نشاهدوا الأهداف خاص مثل الفرص كيتكرروا على رأس على الأقل كل 10 دقائق أو 8 دقائق. تعود الآن، أقول على الأقل، عبد المولى بن رابح، عبد المولى كيمرر، ممتاز فالقادر، ولكن ما ممتازاش من فال، ما ممتازاش بتاتا. تعود الآن لعبد المولى، محاولة التمرير، استطمت بأحد اللاعبين. هذه يمكن نعتبره بأن محاولة تسجيل من مجهود فردي. هذا هو اللي كنت كنتحدث عليه أعزائنا المشاهدين والمشاهدات. فأكيد بأنه الحلول الفردية صارت هي الحل. عبد المولى تتحرك نهضة بركان، ينام البزغودي، تنام اولمبيك خريب قوية، تتحرك، ونفس الامر بالنسبه لفريق نهضة بركان. كرة اماميه، تيبركانين كذلك خطير ومؤثر، ولكن الحكم كيعتبر خطأ ضد تيبركانين. كان علينا ان ننتظر لحدود الدقيقة 36 لنرى المباراة متحركة وديناميكية. رشداني، اتيني بالاعادة الاخيرة لمحاولة عبد المولى اللي قاد الهجمة من وسط الميدان وكادت أن تكون مؤثرة. إذن الإعادة حين تراها مناسبة. نتابع مرة أخرى في وسط الميدان. ممتازة هذه المراوغة، ممتازة من اللاعب الناجي العربي. أمامية
فالقدر ولكن التموضع كان جيد لأمين بورقدي. التجربة منحته الثقة في النفس بعد أن مر من مرحلة فراغ مع الرجاء. كرة أمامية الآن، بدأت هوامش تظهر في والمساحات تظهر في المباراة. تيبركانين الآن، تيبركانين شنو غادي يعمل؟ محاولة الانفراد. رشيد تيبركانين يهيئ كرة جميلة. لا يمكن أن ننتقص إمكانيات هذا اللاعب الذي مر من الاحتراف ومر من المنتخب الأولمبي. تيبركانين كذلك بين اللاعبين الموهوبين، أحد لاعبي فريق أولمبيك خريبكا سقط الأرض. نتابع في هذه المحاولة. كان هناك خطأ الواقع، كان هناك خطأ وتدخل قوي من الحلحول في حق لاعب فريق أولمبيك خريبكا. نتمنى ما يكونش هذا الخطأ متعمد، ولكن هناك خطأ وارد للاعب فريق أولمبيك خريبكا نجيب كوميا بالفعل، لأنه الخطأ كان واضح. 5 دقائق وتنتهي هذه الجولة الأولى، جولة متوسطة. شاهدنا بعض الفلتات من الهجمات والتي حركت سكون وجمود المباراة في المناطق الدفاعية لفريق أولمبيك خريبكا، ولكن لحد الآن تبقى الجولة الأولى متكافئة. ما كاينش تفوق كبير لفريق نهضة بركان على فريق أولمبيك خريبكا، بقدر ما كاين هناك محاولة. نسبة امتلاك الكرة هي لصالح نهضة البركان، لا أحد سيناقش ذلك، ولكن لحد الآن ماشي هذه الخطورة الكبيرة اللي غادي تعطينا أهداف. بقدر ما مطالب لاعبي فريق نهضة البركان إن أرادوا 3 نقاط أنهم يرفعوا من إيقاع المباراة. الدردوري، البزغودي، تهزيل لاعبي فريق نهضة بركان. فالقادر لعب نادي الحلحول، ماشي وقتها يا بلادي، ماشي وقتها بتاتا. حركة زائدة وطائشة وغير مبررة، هذا أقل ما يمكن أن يقال. حركة زائدة طائشة وغير مبررة في وسط الميدان. تعود الآن لفريق نهضة بركان، محاولة تمرير. باكايوغو للبزغودي، محاولة الانفراد. الكأس كذلك كيقوم بلقاء جيد. الحلحول الآن، خطأ ضد لاعب عبد الهادي الحلحول، رغم ذلك فكيقوم ببريسينغ جيد، فلا يمكن الاستهانة بالدور اللي كيقوم به عبد الهادي الحلحول. هو دور جيد، عنده سرعة، عنده قامة طويلة، وبالتالي كذلك عنده خطوات كبيرة كيوظفها بشكل جيد باش انه كيمارس الضغط على المدافعين. كرة امامية، بدر بنون. نتابع هذه المحاولة لفريق أولمبيك خريبكا. إذا نعتقد الحكم واش غادي يخرج ورقة صفراء. بالفعل ورقة صفراء ضد اللاعب، اعتقد لاعب فريق اولمبيك خريبكا. ما واضحينش الارقام بشكل جيد. نتابعوا الان، التدخل كان نوعا ما قوي. بالفعل تدخل ورقه صفراء ضد لاعب نجيب كوميا. اذا ورقه صفراء، اول ورقه صفراء خرج الحكم يوسف الهراوي. لحد الان كيقوم بجوله اولى جيده الى حدود هذه الساعه. تعود الان في وسط الميدان. عبد المولى يبحث عن التمرير، وضربة خطأ. ضربة خطأ لصالح فريق
لصالح فريق نهضة بركان. هادو اخر المحاولات واخر محاولة عن الجولة القانوني. كترفع كرة خطيرة ضد المحاولة، ولكن كان الابعاد بشكل جيد. تعود الكاس الان، حاول انه يحتفظ الكرة. تحاول الان ليتي بركاني، واحد وسط 4 لاعبين 5 لاعبين، شنو غادي يعمل؟ ولكن بريغل كان كحاجز في هذه المحاولة. بريغل تمريرة ممتازة لعزيز محمد، خصو يرفع الكرة، كيرفع الكرة ولكن لمن سيرفعها؟ فقط لابراهيم باكايوكو اللي كان في مكان جيد. مكان كان جيد ابراهيم باكايوكو. كذلك لاعب سيمبار مامادو قايم بلقاء جيد. بدر بانون الان، بدر بانون في وسط الميدان لبريغل. اذا الجولة الثانية ربما ستكون احسن من هذه الجولة. ليس لدي الضمانات الكفيلة بالتأكيد هذه المعلومة، ولكن هذه محاولة يمكن تكون خطيرة، ولكن هناك تسلل بعد ما كان صمت. سنتابع الإعادة، هل هو تسلل واضح أم لا؟ تبركانين كان فاد المحاولة. إذا بالفعل شكرا الزملاء، شكرا زميلي سمير رشداني، بالفعل كان التسلل واضح. عزيز محمد تعود الآن وراء في وسط الميدان. عبد المولى بن رابح، عبد المولى في وسط الميدان. بدر بانون امامه بريغل شنو غادي يعمل؟ فالقدر كترفع الكرة للحلحول، كيدير الماركاج بشكل جيد. لاعب الحلحول كيوظف الجسد ديالو باش انه يحصل الكرة بشكل جيد، ولكن تمريرة ولا اي شيء. اذا ضربة مرمى. كان شنآن ما بين عبد المولى بن رابح وتيبركانين. امر كيبقى عادي ولكن ما خصوش يتطور. تغيير اتجاه الكرة، عزيز محمد كيحصر الكرة بالصدر. لمن غادي يمرر وحصر اقرب وجهه بدر بانون. فالقادر كيحصر الكرة بالصدر. عجيب وغريب هاد فال، عنده بعض اللمسات كتكون جميله، ولكن في بعض الاحيان تغيب عنه الفتنه وما كيحصلش كره وكيوقع في فخ التسرع. باكايوكو، ابراهيم باكايوكو المدافع الاوسط. تمريره كعدم تذهب بدون اتجاه. عزيز محمد ولكن الحكم يشير. إلى التماس. تعود الآن في وسط الميدان. سيمبار مامادو والتماس. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. سنتابع الآن. أعتقد بعد لحظات سيرفع
الحكم الرابع. خطأ 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 لصالح دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع بالفعل. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. سنتابع الآن هذه المحاولة. مهدي بلطام حتى في الضربات الثابتة افتقدنا اللاعبين اللي كانت عندهم قوة الضربات. لا أعتقد بأنه الضربات الثابتة يمكن نقول بأنه داروا شي خطط من أجل أنه يحدوا من قوة الضربات الثابتة، ولكن هذا كيأكد بأنه فقدنا العديد من المواهب. ولكن المسألة الضربات الثابتة على حسب المجربين في هذا الميدان فكانت كتكون عندها تداريب خاصة. نتابع الآن مهدي بلطام تسديدة ولكن بعيدة بعيدة، والحكم السيد يوسف الهروي بعد لحظات سينهي هذه الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0 لمثله. جولة أولى فيها بعض الفترات تحركت ولكن لا شيء يذكر سوى أمطار الخير التي ما زالت تتهاطل هنا بمدينة بركان. على أن ألقاكم في الجولة الثانية أترك الخط إلى زملائي في القناة الرياضية باستديوهاتنا المركزية بمدينة الدار البيضاء. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. تحية مجددة لكم مشاهدينا الكرام. معنا ضمن هذه التغطية المباشرة لمباراة نهضة بركان وأولمبيك خريبكا عن الأسبوع 19 من البطولة الاحترافية. كما تابعتم شوط أول يعني بدون هدف 0 لمثله كانت هي نتيجة الشوط الأول. المحمود إذن أهلا بك من جديد. الشوط الأول إذن كما قلت يمكن خالي من فرص حقيقية للتسجيل، اللهم بعض المحاولات يمكن نوصفها محتشمة إن صح التعبير، خصوصا بالنسبة للفريق يعني خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، خصوصا بالنسبة لفريق نهضة بركان. فسهام من الناحية الفنية المباراة جد متوسطة نعم. بكل صراحة، ولكن من الناحية التكتيكية كل مدرب حاول إضعاف نقاط قوة الفريق الآخر. كل فريق يحاول. مشاهدينا الكرام نعود بكم إلى مدينة بركان. بعد لحظات سنتابع الجولة الثانية ونترقب لما ستؤول إليه هذه الجولة الثانية. الجولة الأولى لم تعطينا ما هو منتظر منه، إذا دائما نعتقد المدربين لم يقدم على أي تغيير، وبالتالي لم يرى بأنه الضرورة تستدعي إجراء إحدى التغييرات. ربما رادون وربما ينتظرون لأن يخرجوا أوراقهم خلال الجولة الثانية. إذن على العموم سنتابع الجولة الثانية ونترقب ما ستؤول إليه هذه المواجهة. في وسط الميدان الآن الناجي العربي، كانت تمريرة خاطئة من عبد المولى بن رابح رشيد تبركانين. في وسط الميدان كرة في اتجاه البزغودي، محصر بدر بنون. البزغودي والحكم يقول ضربة مرمى. اعتقد كان هناك خطأ ولكن سنشاهد الإعادة هي الكفيلة. كان المهدي بلطام هو اللي كان وراء هذه المحاولة الأخيرة. إذا كيف ما قلت بأنه عملية التغيير هي ستكون عملة واردة في أي لحظة وأي وقت، وبالتالي ورقة يمكن أن يخرجها المدربين. كرة أمامية تعود مرة أخرى
في وسط الميدان بسرعة. الكاس في وسط الميدان. والكرة خارج المرمى لضربة مرمى. إذا ضربة مرمى. أمامية في وسط الميدان. الإبعاد في اتجاه الحارس المرابط منير. محاولة المراوغة. الدردوري ولكن فقط للتماس. تماس الآن لصالح فريق نهضة بركان. عادل السراج الحكم بالفعل كان صعب لأنه طلب من اللاعب بأنه ينفذ من مكان آخر، ولكن اللاعب ما انتبهش عادل السراج، وبالتالي ضاعت هذه المحاولة وكانت تحول لفريق اولمبيك خريبكا. تبركانين في الوراء ليوسف العقادي. رشيد تبركاني الآن ضاعت ليه، كتحول الآن لعبد المولى بن رابح. عبد المولى كيرفع الكرة ولكن كان تدخل جيد ليوسف عقادي. عبد المولى بن رابح ساقط في الأرض، وربما كان هناك بعض سنتابع الآن عادل السراج يرجع الكرة بطبيعة الحال لأمين برقادي. لحد الآن هدوء لبداية هذه الجولة الثانية، ومستوى جد جد متوسط، مستوى جد جد متوسط. ربما ستكون انطلاقة مع التغييرات. لحد الآن مستوى جد متواضع يفسر التواضع في كل شيء. ضربة خطأ رشيد تبركانين. محاولة، هذه أبرز محاولة، هذه من الخطورة بمكان، كانت ستنزل كالماء البارد كبرودة الجو وبرودة الأمطار. هذه سيمبارا مامادو كاد أن يسكن الكرة
في شباك الحارس المرابط منير. يمكن أن تكون الضربات الثابتة كحل. فريق نهضة بركان العائد من هزيمة في الجولة 18 على أمام حسنية أكادير، وبعد أن كان قد انتصر على أولمبيك أسفي وانهزم ب2-1 أمام نهضة أمام حسنية أكادير. إذن العموم فريق أولمبيك خريبكا كان قد تفوق أولمبيك خريبكا في الجولة 18 على فريق شباب الريف الحسيمي. ضربة خطأ غادي نشاهدوا. اوي ربما الحكم سيوجه ورقة صفراء. فريق نهضة بركان كان قد تفوق على الأونز كرياتورز المالي في منافسات كأس اتحاد أفريقي بواقع 2-1. فريق أونز كرياتور محتل الرتبة الرابعة في الدوري المالي. إذن على العموم دائما ننتظر التغيير في هذه المقابلة. لحد الآن لا تغيير. كرة أمامية تعود الآن، ولكن تسديدة بدون عنوان. لا إبداع خلال هذه المباراة، لا إبداع، فقط مباراة متوسطة في كل شيء. أذكر بنتائج هذه الدورة. الكوكب تفوقت على المغرب الرياضي الفاسي ب2-1. الشباب أطلس خنيفرة خطوة جيدة وخطوة جد إيجابية لشباب أطلس الخنيفرة. تفوق على حسنية أكادير بواقع فلسفة. اتحاد زموري خميسات ما زال يراوح مكانه ويبحث لنفسه عن إيقاع وعن ضربة البداية. نتمنى له أن يجدها كما وجدها فريق شباب أطلس خنيفرة. التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما أمام الجيش. المفاجأة الكبيرة هزيمة الوداد بنتيجة 3-1، وكذلك مباراة لن تفيد الطرفين في حين تبقى في حد ذاتها ضربة جزاء. أي سنتابع ماذا سيقول الحكم. كان قد أشار أعتقد. إذن سنتابع ماذا سيقول الحكم. أعتقد كان أشار ضربة جزاء، بعد أعتقد ربما تراجع في قراره ورأيه. إذن سنتابع أعتقد كيقول ضربة خطأ. إذن الزميل الرشداني يريد الإعادة. أمين البرقادي اللقطة تستحق أكثر من إعادة. أمين برقادي هنا مسك بالكرة سقطت ليه. أعتقد كان هناك خطأ. ولكن أعتقد كانت على خط المرمى. لا أعتقد ما كانتش هناك ضربة جزاء، ولكن إذن على العموم هذه المحاولة هي فيها رأي فيها جدل، ولكن لأصحاب الاختصاص الحاسم فكيف ما قلت
ما كانش هناك خطأ من حلحول في حق بورقادي لوحده سقطت منه الكرة، وبورقادي اعتقد لما مشات الكرة فربما قدم بورقادي كان ممكن زميله رجل انني نتاكد مرة اخرى قدم الحارس بورقادي ربما مشات انما كانتش واضحه، ولكن الاعاده هي اللي غادي تعطينا هذه اللقطه، هي اللي غادي تبين هل كان خطا البورقادي، ولكن اعتقد بانه كان في خط المرمى وان كان خلف هذه الامور غادي تعود وغادي يكون فيها الحسم الاكبر لاصحاب الاختصاص لكي لا نسقط في بعض الجدل الذي قد يخلق بعض البوليميك اللي ماشي لطبيعه الحال. قرارات تقديميه في العالم بيأثروا فيها نقاش راي وراي اخر، ولكن القرار الاخير كيبقى للحكم. نتابع كترفع كره خطيره المحاوله، ومحمد امين بورقادي الان بدات كتحرك المباراه بعد هذه المحاوله الاخيره. قلت بانه الامطار تعاطلت بشكل كبير، غادي تشاهدوا هذه المحاوله من امين بورقادي، ولكن اكيد بانه اكيد جدا سنتابع الان، هذه الركنيه قد ترفع محاوله خطيره والحلحول مرت جانبا، يبقى خطير في اي لحظه. قلت بانه امين بورقادي الكره مبلله وهي اللي ما مسكش فيها بشكل جيد وتسرقت منه، ولكن على حسب وجهه نظري اعتقد بانه كانت هناك غتكون ضربه خطا فوق خط المرمى، ولكن على العموم امر لن يغير كثيرا من نتيجه المباراه، وسنظل نتابع المباراه وننتظر ما ستؤول اليه. تعود كره الحلحول ولكن سريعه. قلت بانه الان الكره كتكون الارضيه هي مبلله، وبالتالي غتزداد حده سرعه المباراه. نشاهدوا الان هذا خطا، ولكن الحكم عطى الاسبقيه، ما كانش متعمده بتاتا يا بريقل، ما كانش متعمده في حقك، لانه نشاهدوا الان هنا انسرقت الكره بالفعل. خطا اقولها، خطا من بورقادي اللي الحكم كان قد اشار ضربه جزاء، ولكن اعتقد بانه غير رايه بعد استشاره مع الحكم المساعد الاول، لانه كانت غتكون ضربه جزاء في حد ذاتها غتكون، لانه كانت خارج فوق خط المرمى. الحكم تراجع عن ضربه جزاء بعد استشاره مع المساعد الاول، ولكن على العموم اللي كانت واضحه من الصوره هو انه كان خطا واضح في حق لاعب الحلحول، ولكن كان خارج مربع العمليات. على العموم طويت صفحه هذه اللقطه بعد ما وضحت الصوره كل شيء. على العموم اكيد بانه ما كنقولوش انا باش ندافع عن الحكم، ولكن هذا امر جانبي العمل، لانه اللقطه لما كتعاود كتاكد، ولكن اكيد بانه في لحظه، وهذا هو ثمن ضريبه الحكم، خصو يكون حاسم وقاري. وهذه هي الامور اللي كتجعل ما بين حكام كي تكون الفوارق بينهما، وبالتالي في اي لحظه وفي اي مهنه وارد الخطا. اذا على العموم كره في خط وسط الميدان تعود لصالح فريق نهضة بركان. الان فريق نهضة بركان غادي يمكن بانه نقولوا بانه غادي يدخل في هذيك المرحله، بانه سيؤمن بانه هذه مباراه ديالو، بانه هذه المباراه يمكن ان يحصل على 3 نقاط. هنا نفسيه اللاعبين غادي تتحول وغادي تنعكس على تغيير اداء المباراه. عبد الهادي حلحول يبحث التسديد، ولكن التسديده كانت جانبا عن مرمى. تابعوا محمد امين بورقادي، اصطدام بين ابناء مدينه فاس البورقادي والحلحول.
كرة أمامية، مع الحلحول في وسط الميدان عبد المولى بن رابح. ما كاينش خطأ، ما كاينش خطأ بالفعل. كرة أمامية، بدر بانون، أمامية، كرة الآن في وسط الميدان. السراج كرة أمامية، لمسة يد بالفعل، لمسة يد، لمسة يد لصالح فريق المتابع. بالفعل لمسة يد كانت واضحة ضد اللاعب عبد النبيل الحراري. رائحة فاس تفوح خلال هذه المباراة. الحلحول مع مرقدي سيخلقان جدل في اللقطة، والحراري وراء ضربة خطأ، ضربة خطأ لصالح فريق نهضة بركان. إذن سنتابع هذه المحاولة. سنتابع الآن ضربة خطأ. عبد المولى بن رابح كيرفع، ترتطم بالحائط، وتحول الآن لهجمة، ولكن مهدي بلطام. دقيقة 65 لا جديد في هذه المباراة. سنتابع الآن تماس، كرة أمامية، عبد المولى بن رابح، ضربة خطأ لصالح فريق نهضة بركان. إذا كثرت الأخطاء الثابتة، وهذه فيها إشارة أن فريق نهضة بركان يبحث عن خلق مشاكل لفريق أولمبيك خريبكا. سنتابع الآن ضربة خطأ. المهدي بالطعم يسدد، تابع التسديدة، والحكم يقول ركنية، ركنية لصالح فريق نهضة بركان. عالية، كانت دائرية ولكن مرت جانبا، مرت جانبا. لا أعتقد كان هناك
غدا ستتابعان مباراة لا تقل الأهمية، الرجاء في مواجهة الدفاع الحسني الجديدي، والمغرب التطواني في مواجهة أولمبيك أسفي. مواجهة المغرب التطواني كذلك تعتبر مواجهة مهمة، في حالة الفوز سيرتقي إلى الرتبة الثالثة مع فريق أولمبيك خريبكا. ركنية الآن لصالح فريق أولمبيك خريبكا. ما زال الهدوء والحذر، في بعض الأحيان نتابع بعض المحاولات. سنتابع الآن هذه المحاولة، كرة عالية ولكن بدون اتجاه. الحلحول والتسلل قادر فال، تسلل قادر فال. كرة أمامية الآن في وسط الميدان، الكاس. لكي الملاحظة التقنية يمكن نتابعوا أنه المباراة فيها بداو كيتفتحوا المساحات أمام الطرفين، حكمونا بالربح. هذه أنانية ما بعد أنانية، كان فال الوحيد. تعود الآن سيبرا مامادو، الناشئ العربي ضاعت هذه المحاولة. هل سيشهر بعد لحظات سلاح التغييرات؟ بالفعل البزغودي خطيرة المحاولة، ولكن يلزمها مهاجم خطير ليترجمها إلى هدف. المردود التقني من اللاعبين المتواضع. كرة أمامية، خطيرة المحاولة ولكن لا جديد. غدا مباراة الرجاء والدفاع الحسني الجهيدي. أما مباراة المغرب التطواني أولمبيك أسفي فليس غدا، فالأسبوع القادم. إذا تغيير في التشكيلة. إذا أول تغيير قام بها المدرب عبد الرحيم طالب، لونغو لاما. إذا لونغو لاما مكان عبد القادر فال، وهذا يفيد شيء واحد. إذا غدا غادي تتابعوا النقل المباشر من مباراة الرجاء البيضاوي والدفاع الحسني الجهيدي. أما مباراة المغرب التطواني أولمبيك أسفي في الأسبوع القادم. سهوا مني قلت غدا، ولكن على العموم في وسط الميدان تمرير العمق في اتجاه الحلحول. الحكم لم يعلن أي شيء، ليس هناك خطأ.
تدبير حراري لسيمبرا مامادو. سيمبارا مامادو هو اللي كان وراء عدد التمريره. بدر بنون اعتقد يشكو بعض الالم. اذا اول تغيير قام به فريق نهضة بركان. تغيير آخر سيقوم به المدرب طالب يمكن القول بأنه الآن يدهر نوايا من أجل أنه سيبحث عن البديل وعن جديد. إسماعيل العمري، إسماعيل العمري مكان بنون بدر. بدر بنون يغادر خروج مدافع ودخول إسماعيل العمري. إذا سنتابع الآن قراءة أخرى للمباراة والمبادرة من فريق نهضة بركان. سنتابع الآن هذا الجديد خلال هذه المباراة. ركنية، المباراة غادي تدخل في أطوار الحاسمة. المباراة غادي تدخل في الأطوار الحاسمة. في الصورة واللاعب العمري إسماعيل. سنتابع الآن هذا الركنية. كل لاعبي فريق أولمبيك خريبكا بدون استثناء، كذلك تمنيات اللاعبين من فريق نهضة بركان في الخط الأمامي. وأمين بورقادي تمريرة ولكن بعيدة على تيبركانيين للتماس. إذا الدقيقة 73 صفر لمثله في مباراة متوسطة الأداء. سننتظر لا محالة العشر الدقائق الأخيرة لتتحرك الآلة، ولكن فريق أولمبيك خريبكا لحد الآن يظهر نوايا دفاعية أكثر ما هي هجومية. نوايا دفاعية أكثر مما هي هجومية. هذا هو واقع حاله خلال هذا المباراة. عبدادي حنحول كيرفع الكرة، ولكن أمين بورخادي في المكان المناسب. تيبركانين، الابعاد من عادي السراج للبديل. نتابع الان، ولكن حاول انه يقطع لونغوا لاما، ولكن بالغ في التمريره وبالتالي مشات بعيده. التغييرين في الخط الامامي لفريق نهضة بركان. اذا سنتابع ماذا سيكون الجديد في التغييرين. اذا تسديده وضربه مرمى. اذا احد لاعبي فريق اولمبيك خريبكا ساقط الارض. أشار إلى ركنية. سنتابع الركنية الأخرى لفريق نهضة بركان. كرة أمامية والتدخل البرقادي. ما كانش هناك متابعة من لاعب فريق نهضة بركان. الحنحول يسترجع هذه المحاولة. الحنحول هو اخطر عنصر في فريق نهضة بركان، ولكن الخطوره لحد الان غير وارده. الخطوره الان في فريق اولمبيك خريبكا. سنتابع كيف سيتعامل مع هذه المحاوله. والتصدي كان جيد، التصدي
التصدي كان جيد في هذه اللقطة، هذه المحاولة الأخيرة، الربع ساعة الأخيرة، لا جديد ولا تغيير، دائما صفر لمثله. سنتابع الآن التماس. تماس لصالح فريق اولمبيك خريبكا. تماس الآن في وسط الميدان عادل سراج، كيرفع الكرة، لكن تسديدات بريغل بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس محمد أمين البرقادي. تجاوزنا الان 76، لم تتحرك المقابله بشكل كبير كما قلت، ربما العشر دقائق الاخرى. اعتقد هل الطرفين سيرضيان بنتيجه التعادل؟ قاعد حول فريق اولمبيك خريبكا يبقى مساره جيد ومعقول ان يبحث عن نقاط هنا، فالفلسفه تبدو واضحه، ولكن فريق نهضة بركان في الاستقبال حتى وان يستقبل احدى الفرق في المقدمه، وبالتالي فأكيد بأنه الجمهور البركاني ينتظر الفوز خلال هذه المباراة. سنتابع الآن هذه المحاولة، كرة عالية الآن ولكن لا جديد. محاولة في وسط الميدان في اتجاه رشيد تبركاني، ممتاز، تدخل كان جيد، تدخل كان جيد للاعب الناجي العربي في وسط الميدان. الآن محاولة الاختراق من اللاعب سيمباغا مامادو، تكسر هذه المحاولة. إسماعيل العماري الآن شنو غادي يعمل؟ إسماعيل العماري يمرر ولكن فقط لباكايوكو، يغيب التركيز ويغيب اللاعب اللي كيخلق الفارق. ربما الكرة المغربية تعيش أزمة لاعب أكثر ما تعيش أي أزمة على جميع المستويات. هناك عدم اختلاف، ولكن أكبر ما نتابعه هو أنه كاين خص تكون الشهادات كبيرة من اللاعبين ومن الأطر المشرفة على المدارس من أجل باش يكون عندنا لاعبين جيدين. 12 دقيقة على نهاية 12 دقيقة على نهاية المباراة. دائما نتابع محمد أمين البرقادي، منير ما جاش اختبار حقيقي لقدراته أمامي، ولكن فقط لأمين برقادي. العد العكسي ل10 دقائق الأخيرة سيبتدئ الآن. أعتقد بأنه إذا ما كانتش هنا رغبة من أي طرف أنه يسجل هدف، فأعتقد بأنه الطرفين التفسير الوحيد هو أنهم يرتديان بنتيجة التعادل.
لصالح ابراهيم المزغودي. هناك تبركاني. سنتابع الان ضربة خطأ رشيد تبركاني عالية ولكن بعيدة. فريق نهضة بركان هو الآن في الرتبة 11 ب 22 نقطة، وغيبقى في هذه الرتبة وراء كل من الجيش الملكي وأولمبيك آسفي. بالتالي هو مركز ليس بالمريح لمسألة ضمان البقاء في الدورة القادمة، وهذا يعني بأنه الفريق عليه أن يستغل فترة الاستقبال في ملعبه في ميدانه. نتابع الآن عبد المولى بن رابح ريجل. سنتابع الآن تسديدة وأمين برقادي كيف ما قلت. فريق نهضة بركان من أصل 18 مواجهة فاز في 4 المواجهات، هو أكبر فريق حقق نسبة تعادلات. نتابع هذه المحاولة. أكبر فريق حقق نسبة التعادلات وانهزم في 4 المباريات فقط. هي نسبة كتظل أقل نسبة في ظل الفرق اللي معهم في نفس كوكبة، رغم أني قلتها في الأول البطولة يمكن أقول على شاكلة كوكبتين، كوكبة في المؤخرة تصارع ولكن ما كاينش فرق كبير، ف 3 دورات يمكن أن تجعلك مع الكوكبة المتقدم، يعني ما كاينش مساحة من النقاط كبيرة، وبالتالي فهو فريق نهضة بركان أقل فريق من ناحية الهزائم من ناحية المجموعة اللي كيتواجد فيها. إذا خروج عبد الهادي حلحول، خروج عبد الهادي حلحول ودخول الشرطي أيوب. إذا هذا آخر تغيير في نهضة بركان، في حين فريق أولمبيك خريبكا العجلاني هل سيفاجئ نهضة بركان؟ نتابع الآن المحاولة، نتابع هذه المحاولة. هل سيفاجئ نهضة بركان فريق أولمبيك خريبكا؟ سيدخل اللاعب مامادو السيديبي. إذا مامادو السيديبي أكيد بأنه كذلك عماد الرقيوي ينتظر فرصته ليدخل. خروج رشيد تبركانين. ستة دقائق ما أراها مناسبة بشكل كبير باش أنه من أجل، ولكن العجلاني يبقى هو سيد القرار لحد الآن. حصيلة الرجل تحميه وتحصنه من أي انتقادات. نتابع هذه المحاولة، نتابع تماس لصالح فريق نهضة بركان بالسرعة الآن. لونغ العمى ولكن ضائعة. عبد المولى بن رابح، لاعبين اعتقد بانهم قادرين يجريوا حتى 6 دقيقة أخرى، ولكن 30 يعني ما بدلوش مجهود كبير، ما بدلوش مجهود كبير. التخوف وعدم تلقي أي هدف هي هاجس، ما غاديش نقول كيأرق الطرفين، ولكن بدرجة أكبر لفريق نهضة بركان الذي يحاول، ولكن عنده هاجس لدى لاعبي انه ما يتلقاش عليه هدف. تابعوا الان ديال المحاوله خطيره لونغ العمى يهيئ، ولكن بالخطا لمن يهيئها فقط لباكايوكو. الان سنتابع هذه المحاوله، ما كاينش هناك خطا يقول الحكم. نتابع الان
الاخطاء في هذا التوقيت هي اخطاء قاتله بكل ما في الكلمه من معنى، ولكن ما زال المدافعين متألقين على المهاجمين، وما زالت مكان حارسي المرمى في مأمن عن أي خطر يهددهم من أي جانب، وبالتالي لا خوف على مرمى الطرفين. إذا دائما الصفر لمثله في مباراة لحد الآن تسير نحو النهاية في 4 دقائق مردود جد متوسط. لم نتابع عطاء تقني كبير، لم نتابع محاولات كبيرة للتسجيل، ولكن كان التخوف والحيطة والحذر من الطرفين. إذن اسماعيل العمري ولونغولاما 3 تغييرات قام بهم المدرب عبد الرحيم العجلاني في حين ما زال الإحماء بالنسبة لدكة الاحتياط بعد دخول اللاعب مامادو السيديبي. إذن ما زالت عدة خيارات وخيارين للعجلاني. سنتابع الآن هذه المحاولة، كترفع الكرة بدون خطورة عبد البي الحراري في وسط الميدان، ولكن فقط إذا العجلاني يعتبر العودة بنقطة من نهضة بركان هي إيجابية. قلت بأنه رصيد الرجل من النقاط ومن الترتيب يحسنه من أي انتقادات. كرة أمامية ولكن بعيدة من عادل السراج، والعد العكسي لنهاية المباراة يسير نحو النهاية. سيكون تغيير آخر، لا أعتقد كاين هناك وقت مستقطع كبير غالبا والأحيان لن يتجاوز 3 دقائق. سنتابع الآن محاولة، كرة أمامية تعود مرة أخرى في وسط الميدان. مرابط العقدي إذا من سيدخل وسنتأكد هل بلال المقري. إذا بلال المقري هو الذي سيدخل. كرة أمامية عبد المولى بن رابح سراج، ولكن ضائعة أمامية. المهدي بلطام إذا الدقيقة الأخيرة. إذا بلال المقري ما زال للمدرب العجلاني. الآن فريق أولمبيك خريبكا غادي يصير في الرصيد ديالها 31 نقطة. إذا الخروج البزغدي 31 نقطة غادي يبوأها الرتبة الثالثة وحيدا متقدم عن فتح الرباطي. تابع الآن هذه المحاولة وضربة خطأ. إذا الآن الوقت البدل ضائع، غادي يكون مهم جدا هذا الوقت، خصوصا بدينا كنتابعوا ضربات تقريبا من مرمى الحارس مرابط منير. نؤكد بأنه سيمبار مامادو كان في إحدى من هذا المكان، كان قريب من تهديد الخطير لمرمى المرابط. نتابعوا الآن لعبد المولى بن رابح. لونغولاما ما شاهدناش كثير. العمري بالخطأ ارتطمت بوراء القدم. تعود الآن، ما كاينش تركيز في وسط الميدان
تعود الآن لتماس. ضربة خطأ، ضربة خطأ لصالح فريق نهضة بركان. كرة عالية، هذه كانت تسديدة. مثل هذه الكرات في لحظة من اللحظات يمكن أن تنهي المباراة. شاهدوا تسديدة ولكن ما لقات حتى شي لاعب. إذا على العموم اللقطة غنية عن كل تعليق، ندرة كبيرة. تابعوا الآن هذه المحاولة خطيرة. اوي 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 هذه المحاولة لو وجدت مهاجم قناص لأودعها في الشباك وأسكنها. هذه كانت محاولة خطيرة لفريق أولمبيك خريبكا، هذه كانت محاولة خطيرة ولكن لم تستغل. لونغ غولاما خارج النص وغائب من ناحية الأداء. نتابع الآن هذه المحاولة، محاولة خطيرة خطيرة وارتباك. ماشي هذا المكان يا بالطعم للكرة تحصل في الصدر لأنه يمكن يكون ثمن غالي. نتابع الآن هذه المحاولة. لونغ غولاما شنو غادي يعمل الآن؟ فرصة فرصة لأنه يدخل في المباراة بشكل جيد، كيبحث وضاعت هذه المحاولة. كان تدخل جيد، كان تدخل جيد. إذن سنتابع كرة أمامية والحكم في هذا الأثناء ينهي هذه المباراة بالتعادل السلبي 0 لمثله. مباراة كانت فيها الحيطة والحذر من الطرفين. أولمبيك خريبكا عادت بنقطة ثمينة، نهضة بركان نقطة واحدة لن تقدم كثيرا في البطولة، ولكن أعتقد بأنه تعادل منطقي للطرفين. مشاهدينا الكرام أضرب لكم موعدا في مقابلة أخرى، أحييكم تحية الزملاء الوحدة السادسة من الوحدة الثامنة عفوا برئاسة زميلنا الوادي زميل سمير رشدان في الإخراج الفني وعبد الصمد والشباب بالتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.